لقد كان على شاكلة عمر. ألم يكن عمر مخيفا بصراحته؟ ألم يكن أحيانا أصدقاء عمر ينصحونه بأنه يجب أن يكف على هذه الصراحة، لأن قرار اغتياله ما زال ساري المفعول منذ اللغم المشهود؟ ألم يكن عمر وهو في اجتماعات اللجنة المركزية يعترض على فتح الله والعلو ويشير بالأسماء إلى هؤلاء بأن لهم علاقات مع وزارة الداخلية، فيردون عليه بأنهم يذهبون لوزارة الداخلية استنادا على كلام الفقيد والشهيد عبد الرحيم بوعبيد ليتدخلون في الجوازات وغيره، فيقف بوعبيد ويقول لا، أنا لم أقل هذا أن تذهب. ألم يكونوا هؤلاء والذي تكلم عليهم صلاح طويل بقفدات اللي هما كيبيعوا ويشريوا الدم ديال المناضلين، واللي كان عمر وقف لهم بالمرصاد في جميع المحطات ديالو وهو يتجول من هنا من هناك. ألم يكن التاريخ الحقيقي هو الذي يقال اليوم، مثل الشهادة التي قالها الحضابي في حق ما حصل في اليمامة وفند الادعاء والمذكرات الخاوية والفارغة والحوارات التي وردت على لسان السيد محمد اليازغي بأن ما حدث كان فقط ولا علاقة للبوليس بشأنه. إنه التاريخ، إنه الحقيقة على أننا فعلا استمرار الحقيقي لحركة التحرير الشعبية، على أننا فعلا الاستمرار الحقيقي للحركة الاتحادية الأصيلة الوفية لكل الشهداء دون اعتبار ودون انتر بارونتيز، فقط لأنه شهيد من أجل الشعب المغربي. لكل هؤلاء تحية وفاء لهذا الرجل الذي يحب هذه المدينة ويلتصق بها ويعرف قيمتها ويعرف كثير من المناضلين والقيادات التي مرت من طنجة وغراء. لهذا الكلمة لهذا المناضل الذي احتضنته وكرمته طنجة مرات ومرات، للرفيق عبد الرحمن بن عمر الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فليتفضل مشكورا.